يا صباح الورد والياسمين والعسل، شو الأخبار؟ إن شاء الله مرتاحين. هسه أنا كنت صار لي 3 أيام من وصلت فرنسا، أخذت لي راحة الفترة، يعني فرنسا حلوة عجبتني، فأخذت بيها استراحة 3 أيام من تعب من يعني تعب الطريق أو السفر يا إخوان. ممتع بس متعب، يعني بمتعة واستكشاف، بس يعني مو سهل. يعني يعني اللي يسافر بالكرفان لا متونس، اللي يسافر بالسيارة مثل حالتي والخيمة صعب. انا لحد الان ما خيمت يعني قلت لكم تخييم، يعني سويت يعني مكان مو مال تخييم فتعذبت. المهم هسه ان شاء الله اليوم طالع من فرنسا الى اسبانيا واشوف وين اوصل. اني هدفي هو للجزيرات على حدود المغرب ان شاء الله. هو 16 ساعة بس اصور يعني نص الطريق وحرتاح، فخليكم وياي وين نوصل او اي نقطة نوصل باسبانيا ان شاء الله. خليكم وياي يا اخوان برحلة سفر من السويد الى المغرب، خليكم وياي اخوان. هسه اني بطريقي يعني فرنسا، هسه اني بخط سريع على الجبل، حتى الضغط عندي، ضغط مال اذني قاعد تتغير، يعني شلون ضغط الطيارة من اصعد. واو. وكل ساعة يجي ارتفاع حاد اصعد ونزلة قوية انزل. وهسه شوفوا مكان هاي، يعني هسه احنا فوق الجبل، يعني اكو مكان جبل وهناك واو واو, يعني منظر خرافي والطريق جميل جدا، بس مناظر سبحان الله. يعني شوفوا تسافرون بالطيارة بتشوفون شيء، بس تسافرون بالسيارة إلها نكهة، إلها استمتاع. طبعا النزلة شوفوا هنا النزلة والغيم، احنا فوق الجبل يعني، وهسه حننزل يعني نزل منحدر قوي. طبعا المنحدر شوفوا المنظر يا اخوان سبحان الله. الله يوصلنا بالسلامة ان شاء الله يا ربي، ونوصل اسبانيا ونوصل المغرب. انا هدفي الرئيسي المغرب، ما يهمني اسبانيا فرنسا صح حلوة، بس اني هدفي وعشقي هو المغرب الحبيب. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. يا اخوان صار لي ساعة بالازدحام، طريق على برشلونة والزحام يقتل، تعبت. السلام عليكم. طبعا الطرق مسدسدة والزحام 3 ساعات ونص تقريبا او 4 ساعات انا بالازدحام. حاول هسه انا اطلع طرق مختصرة، قاعد اطلع بين المزرعة عنب هنا. السلام عليكم يا اخوان. هسه فتت اسبانيا، مفروض انا افوت اسبانيا يعني من فرنسا لاسبانيا، المفروض انا افوت اسبانيا بالوحدة الظهر. هسه الساعة شقيت؟ الساعة 8 الا ربع بالليل، تأخير والزحام مو طبيعي، يعني الزحام يا اخوان مو طبيعي. خسرت ما يقارب من 5 الى 6 ساعات بالازدحام. ان شاء الله نوصل المغرب بكرة اذا وصلنا بسلامات ان شاء الله. خليكم وياي واني تعبان يا اخوان. يلا باي باي. يا اخوان طبعا اني من جيت الاوروبا لحد الان يمكن ذبيت راس مالي كله بهذا يعني 800 قروش.
لا حول ولا قوة الا بالله. شو مشكلة هاي؟ فلوس ما عندي بعد. يا اخوان هسه قطعت هاي التذاكر وهاي قاعد ادفع رسوم كل شوية مع الطريق. المهم هسه ان شاء الله ما باقي شيء، تقريبا اقل الساعة ان شاء الله اوصل للجزيرات. وعندي الباخرة 8:30 تروح، وسعرها ما يقارب يعني كأني والسيارة يصير 160 أورو. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. السلام عليكم، شو الأخبار؟ هسه أني بالعبارة من الجزيرة الخضراء بإسبانيا إلى سبتة، هم بإسبانيا. وإن شاء الله من سبتة حطلع بالسيارة يعني للديوانة، وأتمنى الديوانة نطلع منها بسرعة. أتمنى لأن بصدق جوعان وما كل شي بالبارحة، ومن البارحة نايم بالسيارة. يعني أتمنى الأمور سهلة إن شاء الله ونطلع من الديوانة بسرعة. خلينا نشوف إن شاء الله خير. هسه انا داخل المغرب يا اخوان. ما تعطلت الحمد لله ما طولت نص ساعة يعني. وكانوا تعاملهم ديوانة جدا لطيف، فالحمد لله. هسه انا دخلت من سبتة الى المغرب الحبيبة. وانا هسه انا بالمغرب، طريق اوروبا كوم، وهذا الطريق بالمغرب كوم ثاني. يعني اللي يسوق بالمغرب لازم، مو هي مرتيل هسه من الزحمه ما شاء الله، الزحام مو طبيعي. ف احنا ما تاخرنا بالديوانه، تاخرنا لحد الان صار لي تقريبا 3-4 ساعه بالمضيق يعني. هيك ما شاء الله. هاي صح. شو سميتك؟ تحبين تطلعين باليوتيوب؟ طلعك؟ شو اسمك؟ ما شاء الله، زين ايامك يا حلوة حبيبتي، الله يحفظك يا رب. شنو؟ ما اعرف فرنسي حبيبتي. تقدرين العربي؟ اي شو قلتي لي بالعربي؟ زين خلي اصورك معاي. السلام عليكم. هسه انا ويا زينة البنات. سلام. وعايشة فرنسا صح؟ عايشة فرنسا، تتكلم معي بفرنسي لان هنا هسه انا بمرتين. السياحة بمرتين يا اخوان مو طبيعية، تمشي هي وباباها الله يحفظه.
وايش قد عمرك زينة؟ قديش؟ 7 سنين ونص. 7 سنين ونص قد بنتي. الله يحفظك يا رب. شو رايك بمارتيل زينة؟ تحبين المغرب؟ يقول ايه احب المغرب. انتوا تفهمون فرنساني؟ والو ما فهم شيء بالفرنسي. تحب المغرب وهي مغربية أصيلة. كلمة عربي. تعلمي العربي من باباكي. صافي؟ باي باي حبيبتي. شنو اسمك؟ اسمي بالقناة أو اسمي الشخصي؟ اسمك الشخصي. اسمي فراس. فراس. والقناة؟ وقناة اسمها فراس مهدي. واو على أجواء مارتيل يا إخوان. مارتيل كلش حلوة. أنا أول مرة أجي مارتيل بالصيف ما عرفتها يعني تختلف اختلاف جذري. أنا جيت لها بالشتاء هادئة مارتيل بالشتاء هدوء والبحر. هسه تقريبا المغرب كلها جاي المارتيل. الزحام الناس طالعة بالشوارع تمشي من كثرة الناس ما شاء الله. يقولون هسه هالفترة يعني صاير هدوء. لباس الله يحفظك. يقولون هالفترة صايرة يعني خفت الرجل على مارتيل لأن هسه بدأت ناس ترجع تخلص العطلة الصيفية مالتها. ومع العلم ما شاء الله الشوارع مكتظة والناس بكل مكان. شوفوا ماكو حتى المطاعم كلها كل المطاعم ما شاء الله يعني هسه الموسم مالتهم الكل يشتغل. عربان الاكل بكل مكان. المطاعم مفولة ما شاء الله واكو حياة. أنا جيت يعني بالسيارة من السويد للمارتيل المغرب. جيت عن طريق سبتة دخلت وانصدمت من حركة الناس والحياة اللي بيها. حياة جميلة. واو على المغرب. هسه انا دخلت بسوق يعني اول مره انا اشوفه. هذا السوق يصح له سوق مارتيل؟ السوق هذا ديال الفريال. ما اعرف. شوفوا انا يا اخواني جيت انا بالصيف الاجواء مختلفه. هذا سوق صيفي بمارتيل كلها خيم ويبيعون من العطور الى الملابس الى كل شيء. كيف الحال؟ الله يحفظك. شكرا اخوي بزاف. والى العاب الاطفال. والسوق ماتروس ترس باعوا. لا بغيتي لا مشيت يا اخوان اجواء عالميه يعني شوفون كميه الناس بمارتيل. اجواء عالميه. وهسه حفله موسيقيه جايبين 2 مطربين. اجواء عالميه يعني فهمت ليش مارتيل تكون مزحمه بالصيف. يا اخوان اجواء عالميه هناك والغناء بمارتيل. يعني قاعد امشي والناس واحد يضرب بالله يعني من كثره الازدحام.